عندها كفاءات كبيره، عندها مدربين كبار اللي محققين نتائج كبيره، ولكن المشكل انه ابعاد الكفاءات وانه ما كانش ثم الرجل المناسب في المكان المناسب، ومشكل تسييري انك معناها ثم انانيه مفرطه، واللي يجي يحب يسير وحده ابعده حتى اللاعبين القدامى، ان اللاعبين المتحصلين على بطوله، اللاعبين اللي والا المسيرين القدامى حتى الرؤساء القدامى كانوا بعاد. هذا مشكل كبير صار في شبيبه القيروان في بدايه. مثلا الناس هذوما كانوا ينجموا رموز، كانوا يعطيك الصحه، كانوا ينجموا يعاونوا، لكن شفنا عشوائيه كبيره الحقيقه في التسيير. طرق غلط بالكل كابتن في اللاعبين وفي اللاعبين وفي المسؤولين خاصه. تغيير بربي شكون مدير رياضي في الجهاز؟ ما فماش، ما عندهمش مدير رياضي، ما فماش مدير رياضي. لو كان شكون عمل الانتدابات نتاع الشتاء؟ ما تعرفش حتى يعني هما جولهم بطاله راهو. تو انت كي تجيب حمزه العقربي عنده عام ونص ما لعبش فوتبول وتحب تاهله في الشتاء باش يلعب في GSK ولتو ما لعبش، وكيف تجيب سيف صابر ما لعب حتى ماتش مع المستير في نصف الموسم اللي فات، وكي تجيب اجانب ما تعرفش عليهم برشا معلومات وتحب ينجحوا في البيركاتو نتاع الشتاء، وكي تطرد فرج قرماني، وكي تطرد زين الدين كادا، وكي تخرج حمدي هلال، وكيف تخرج محرز براج واشرف كرير، يعني كيفاش انت تخرج عرس النادي وتجيب ملاعبيه جلهم بطاله وتحب تنجح في النصف الثاني من العام؟ بربي بأي عقل فكر السيد اللي تدبر؟ خاطر الاستشارات اللي تمت ما تمتش مع ناس مختصين، ما تمتش مع ناس تحب مصلحة النادي. الاستشارات احنا لتوا ممكن احنا ثمنا العمل الكبير اللي قاعد يقوم به رئيس النادي السيد محمد لوان، وقاعد يضحي في تضحيات كبيرة. تعرف قاش فاسي محمد مليار دوم نجيب، وهذا مليار معناتها فرنك يحك فرنك دفعوا للشبيبة الرياضية القيرواني، نجم كان يتشكر عليه الدكتور لوان. لكن حطوا معك مستشارين مختصين. انا ممكن اكثر تصريح ما عجبنيش الحقيقه ونقولها من السيد محمد لوان اني عندي مستشارين سريين. ايش معناها مستشارين سريين؟ هم معروفين في القرواني. مستشار سري ايش معناها نعملوا في الواحد احنا في الكيمياء ولا في النووي؟ واحد من بينهم دخل في الكادر الفني، محمد العبيدي، فما حافظ حمزاوي، هذوما اللي يقال انه ما يرى ما نعرفوش انه من زوز هذوما قرب شويه من البريزيدون وهما ينصحوا فيه في الكوتي تكنيك. لكن الحقيقه ما هذا خمس مدرب راه كيفاش معناتها استقرار فني واستقرار تكتيكي بخمسه مدربين. تجيب لاعبين وبعد تخرجهم في فتره شتويه، جبت لاعبين في فتره شتويه وخرجناهم في فتره شتويه. معناها هنا ثم اخطاء كما قال سي عادل. لو كان موجود مدير رياضي مهما كان على الاقل هو يتحمل مسؤوليه، هو رجل ميدان، هو عنده الاختصاص وعنده الامكانيات وباش يفكر في مصلحه الجمعيه وعلى حسب حاجيات الجمعيه، مش يعمل بالانتدابات. ما كناش نشوفوا الحقيقه الاخطاء ولا المردود السيء اللي موجود توا. واضح. نعطيكم